إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله تعالى من شر الإنس والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين. في البداية قبل أن أعلن هدايتي أقول إلى كل من يسمعني بالنسبة إلى الشيعة، أنا كنت بنك المرتضى علي في غرفة الحق، وعندما سافر رفيق الآن عندما يسمعني يعلمني جيدا. المرتضى علي كانت له صولات وجولات في الحوارات، وكانت له مناظرات، وحتى وصلت إلى المباهلة لدى الأخوة أبناء السنة والجماعة. ومن بعدها أصبحت أنا مسؤول غرفة الحق الأونر عندما يسافر رفيق بين فترة وأخرى إلى الخارج. ولعلكم تعلمون ولقد تم عرض تسجيلات كثيرة إلى رفيق حول مسألة ما شابه ذلك. المرتضى علي كان يحاور ودخل إلى البالتاك من سنة 2001. كنت أحاور الكثير من أبناء السنة والجماعة، وكل ما أحاور أبناء السنة والجماعة وأصل إلى مناظرات معهم أقف متحير في أمر واحد، وهو الذي أرجعني. أقف متحير إني أخذ سنتي وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من الذين نقول عنهم نواصب. أقف متحير عندما أرى إن كل فضائل آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي موجودة في كتب أهل السنة والجماعة. أقف متحير عندما أرى حديث الكساء الذي دائما الخطباء في المنابر والجوامع يذكرونه في كل خميس وجمعة وما شابه ذلك، أراه لا يوجد في كتب الشيعة، وإنما وجد في كتب أهل السنة والجماعة. والمشكلة التي تكمن التي دائما لدي ولدى كل الشيعة الذين يسمعونني الآن هو أن حديث الكساء روي عن طريق السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها. هذه السيدة الطاهرة الشريفة التي لطالما نلت منها. هؤلاء أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذين طالما نلت منهم. أقف متحير عندما أرى هذه السنة النبوية الشريفة وصلت عن طريق الصحابة. عندما أتحاور مع الأشخاص من أبناء السنة والجماعة أقول لهم هذا الحديث يوجد في البخاري. يسألني أحدهم يقول هل أنت تعتمد على هذا الحديث وهل مصدق في هذا الحديث؟ أقول له نعم مصدق. يأتي ويسألني يقول لماذا لا تأخذ بصحيح البخاري إذا أنت مصدق بهذا الحديث وتأخذ بهذا الحديث وتعلم بأنه هذا الحديث حقيقي وليس فيه غش وما شابه ذلك. فأقف متحير أقول له ماذا أفعل؟ يعني بيني وبين نفسي أسأل ماذا أفعل؟ أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف بي؟ من أين آتي بالأحاديث؟ من أين آتي بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من كتب الشيعة؟ رجعت إلى كتب الشيعة وقرأتها. قرأت كثير من الكتب الموجودة لدى الشيعة، قرأت الكثير من الأحاديث، لم أرى حديثا واحدا صحيح متصل السند إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لم أرى فضيلة عن الزهراء التي لطالما الشيعة وأنا منهم كنت، لطالما الزهراء يقولون الزهراء لطالما يقولون عنها. لم أرى حديث صحيح متصل السند إلى النبي الأكرم حول فضيلة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وجدت الفضائل كلها لأهل البيت لدى كتب أهل السنة والجماعة. وجدت السنة النبوية الشريفة التي تركها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كتب أبناء السنة والجماعة. فكانت تأخذني العزة بالإثم، فأقول لا، لأني ولدت من أب شيعي وأم شيعية وعائلتي معروفة والكل يعلمني، والآن الشيعة الذين يسمعون صوتي يعلمونني. فعلت كثير من الفواحش والموبقات عندما كنت أدمن وعندما كنت أونر في غرفة الحق.
وسجلوا علي الكثير من التسجيلات، لأن الأساس الذي كنت أعتمد عليه أساس هش، أساس لا يوجد له صلة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعلت الكثير من الفواحش، وسجلوا علي الكثير من الشيعة أنفسهم، وهددوني كثير في غرفه الخاصة، قالوا إن لم تفعل كذا سوف نعرض تسجيلاتك بأنك كنت تفعل كذا وكذا مع النساء ومع كذا ومع كذا. أنا أعترف وأنا أقولها الآن بملء فمي، فعلت الكثير من الموبقات، وفعلت الكثير من التي يقشعر لها البدن. لماذا؟ لأن كان معتقدي هش، لأن لم يكن سنة الحبيب المصطفى وأحاديث الحبيب المصطفى وما تركه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم داخلا إلى قلبي. كانت السنة التي أتجه إليها هي لا تمد إلى الإسلام بصلة. ذهبت إلى أصول الدين الموجودة لدينا لدى الشيعة، ذهبت إلى التوحيد. لم أرى فقط بالنسبة إلى ما وصفه الله تعالى في كتابه الكريم وما أثبته الله تعالى لنفسه، لم أجده لدى الشيعة. وجدت لدى الشيعة كلها تفاسير. عالم يأتي ويقول هذه اليد على سبيل المثال تفسر إلى هذا، عالم يأتي ويقول هذه تفسر إلى القدرة، عالم يأتي، كلهم العلماء يتخبطون فيما بينهم. ذهبت إلى العدل، لم أرى العدل في هذا المذهب الذي كنت أعتنقه. ذهبت إلى النبوة، وجدت بأنهم كثير من علمائهم يطعنون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويطعنون بصحابته الذين أوصلوا إلينا هذا الدين، الذين هم إلى يومنا هذا يحتجون على أهل السنة ويقولون هذا موجود في البخاري، وهذا موجود في مسلم، وهذا موجود في مستدرك الحاكم، وهذا موجود في وكثير من الكتب.